قاعده عقل عليها وما عمرك تنساها. الله سبحانه وتعالى فاش كيبغي يقويك وكيبغي يبين لك الحقيقه ديال الناس اللي دايرين بيك وكيبغي لك القمه، كيعطيك واحد الابتلاء، كيعطيك واحد الحزن، كيعطيك واحد الهم، كيجعلك انسان محطم فكريا جسديا معنويا مرهق. هذاك الالم هو بدايه التغيير ديالك، هذاك الالم ماشي هو نهايه العالم، لان الالم هو الحاجه الوحيده اللي قادره تغيرك للافضل. الالم والمعاناه والهم هي الحاجه الوحيده اللي كتبين لك الحقيقه ديال الناس اللي دايرين بيك، هي اللي كتكشف لك الحقيقه ديال راسك، واش انت واحد الانسان صبور وكتفوض امرك الله ولا واحد الانسان دغيا كطيح. الله سبحانه وتعالى ما كيعطيكش داك الشقاء باش يشقيك، الله يريد بكم الخير، الله يريد بكم اليسر، الله كيشوف واش غادي تصبر على داك الابتلاء ولا دغيا غادي تخلي الشيطان يقنطك من رحمه الله. والله عز وجل في كتابه العزيز شنو كيقول لك؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. والله سوف تفرج، وهي ماشي هضره، والله ربي تا غادي يفرجها، والحال ما غاديش يبقى على هذا الحال. انا حاسس بك مهموم، قلبك مزير، ولكن هذا الشيء غيقويك. من بعد هذه الازمه غتخرج بعالم اخر، لان الانسان اللي كيدخل العاصفه ماشي هو الانسان اللي كيخرج من العاصفه. وخير دليل اعوذ بالله من قلت انا، واحد الازمه صغيره هي اللي خلاتني تشوفني انت دابا. الازمه خصك تاخذها كحافز ليك في الحياه، قول الله عطاني هذا الابتلاء باش يبين لي الحقيقه ديال راسي والناس اللي دايرين بيا. لان الشخصيه القويه لقاوها علماء النفس، وهي في الدين ديالنا باش كتقوى بالازمات. الازمات وداك الشيء اللي كتمر منه كيبني لك الشخصيه ديالك. المناعه كتكتسب، خصك تدوز من الدكاكه ودوز عليك الدكاكه باش كتعلم، لان اللي كتدوز على الراس كتخلي لا طراسه بالعمي، وخليها قاعده في ودنك وستفرج باذن الله. وسلام عليكم.